ما تدخلهمش يا بابا عليا ثواني. بسرعه 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 بس خش جوه. اسمه ايه؟ روشستر صوص. ايه؟ اهلا بيكم في وصفه قمر مع ايه عمر. وعشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، حتى لو عامله دايت او جوزك عامل دايت برضه هندلع الكرش، ما هو ده اليوم المنتظر اصلا. بقالنا 20 سنه بنقول هنبدا دايت من بكره، وهو جه اليوم خلاص. متنسوش تعملوا لايك وفولو وتركزوا معايا. احنا قلنا ايه؟ هنعمل وجبه خفيفه يعني مش دايت قوي. فانا بحب بصراحه لما احب اخف بستخدم وراك فراخ. ماشي. فانا عندي ورك فرخه مخلي بس سليم من غير الجلد، ومعايا هنا بصلايه تتبيله سهله جدا كلها في الكبه. بصلايه، طماطمايه، معلقه صلصه، بهارات فراخ وريشستر صوص وصويا صوص وملح وفلفل. في الكبه هنحط بقى كل المكونات اللي انتم شايفينها دي على بعض. بجد تتبيله مفيش اسهل من كده. حطينا البصلايه، طماطمايه، بهارات فراخ، معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره وريشستر صوص، نص معلقه من فلفل اسود، نص معلقه كده من الملح، ومعلقه من الصلصه. هنضرب بقى كله مع بعض. خلاص كده التتبيله بقت جاهزه عندي، ولا اسهل من كده. هحطها على الفراخ، مش محتاجين ان احنا نسيبها في التتبيله ولا حاجه. انا هحط التتبيله كده عليها وادخلها الفرن على طول. علشان نعمل بقى الخضار السوتيه المظبوط اللي هو مبيبقاش مهري، بيبقى مستوي ومتماسك بس يعني فيه سنه قرمشه. بنعملها ازاي؟ الطريقه دي اسمها بلانشنج، في حله على النار تكون فيها ميه بتغلي. هننزل بقى عليها بالخضار دقيقتين 3 على حسب طبعا ايه التقطيع وحسب الحجم. بصوا بقى هنرفع الخضار، بصوا شايفين لونه اخضر ازاي مش بهتان. هنرفعه من على النار وهنحطه على ميه بتلج علشان ما يكملش سواه من الحراره والسخونيه. احنا كده بنوقف السوا بتاعه. في طاسه بقى صغيره هندي الخضار اللي احنا عملنا له بلانشنج ده تشويحه، معلقه زيت. هبتدي بقى اشوح الخضار ونديله بقى رشه ملح ورشه فلفل. سامعاكي اللي بتقولي هو ده هيشبع؟ اه طبعا هيشبع. عجباني قوي الثقه دي. بص كده خلاص الخضار السوتيه بتاعنا جاهز. هنقدمه بقى جنب ستيك الفراخ. ايوه يا محمد، عامله لك الاكل الدايت اللي انت بتحبه. ايوه 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 لا 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 ايوه يا ابني دايت زي ما اتفقنا اهو. اوعي بس اول ما تشوفي الاكل ترميه في الزيت، احسن انا عارفاكي. اوعي تعملي زي ما انا عملت كده. وبكده اقول لك مبروك عليك الدايت. انت دلوقتي مستعده تنافسي ياسمين صبري في الرشاقه. ما تنسيش بقى تعملي شير للوصفه دي في كل جروبات البنات عشان تلحقي صحباتك، ومنشنز كتير قد السعرات الحراريه بنحرقها. وبكده اقول لك الف هنا وشفا ووصفه قمر مع ايه.